التشجيع هو بداية يعني من انه وصل لربع النهائي ويعني فاز ووصل ربع النهائي، حمسنا واعطانا امل. بعد ربع النهائي وصل لنص النهائي، كان حماس اكثر، وكنا متوقعين منتخب المغرب يوصل للنهائي ويتحقق الكاس. خلاص بدت احلامنا، والشباب ما زال يعني وللحلم بقية. لكن هو صراحة كانت فرحة عارمة في كل العرب. جزا الله خير المنتخب العربي انه وصلنا لهذه الفرحة، لكن ربي ما كتب، لعلها جايات باذن الله بعد 4 سنين ان شاء الله يا رب. هي بدايه الحلم العربي على قولتهم، ان شاء الله يا رب. ما شاء الله في التحضير نشكر ابو يزن اسامه البيطار، ما شاء الله اتاح لنا الفرصه. جينا هنا رتبنا من بالليل، يعني اول مباراه كانت بعد صلاه الفجر على طول، رتبنا من بالليل ورتبنا وسوينا السيت اب لكل حاجه. الشباب ما شاء الله كانوا متحمسين مره لاول مباراه، وبعد ما فزنا خلاص قلنا كل المباريات هنا خلاص احنا هنا ان شاء الله كل المنتخب المغربي بياخذ الكاس من ماك، من دعوات ماك. بس ما ربي ما كتب، بس كانت التجهيزات جزا الله خير كل المنظمين كل القائمين على هذا العمل. وانا حاسس ان المغرب شرف كل العرب، شرف كل المسلمين. هم بيمثلوا افريقيا كمان، فانا من مصر، فبالتالي احنا كشمال افريقيا اول مره يؤدي اداء مبهر كده في كاس العالم. يا ريت كمان ان هم يعني يشرفونا في المباراه المقبله، لان في مباراه الثالث والرابع ان شاء الله يكسبوا الثالث، يعني في حد ذاتها دي تبقى اول مره هتحصل يعني. بس وانا سعيد وفخور بالفريق عمله، وان شاء الله البطولات القادمه نشوف نفس الاداء واحسن كمان. بصراحة الإنجاز عظيم جدا. أنا شخصيا لست من مؤيدي الكرة، يعني بتعصب وبحس حالي ما لي طاقة إنه أتفرج، بس بما إنه المغرب تأهل فطبعا حنشجع. ونظمنا هذه المبادرة وإنها تتم في المسجد وجمعت العرب كلهم والمسلمين كلهم، فهذا إنجاز بحد ذاته بالعالم كله، يعني مش بس العالم المغربي بس، هو العالم العربي الإفريقي المسلم أجمعين، فهذا إنجاز بحد ذاته. وما شاء الله عليهم المغاربة، الفريق المغربي أثبت وغير هذا النمطية الفكرية إنه العرب أو المسلمين غير قادرين على إنجاز شيء، فهذا بحد ذاته إنجاز كبير، وفرحانين بهم وفخورين بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر الله على هذه النتائج اللي حققوها المنتخب المغربي، اللي كما لا يخفى على الجميع أنه تم إعطاء المهام للمدرب الجديد السيد وليد الركراكي شهرين قبل بداية بطولة كأس العالم. في خلالها تم تجميع هذا الشباب، هاد اللعيبه اللي كانوا في المستوى اللي ضحوا يعني صراحه. فالشعب المغربي كله راضي على الاداء، ويعني ما كان احد يتوقع اننا حنوصلوا حتى المربع الذهبي، والحمد لله يعني مثلنا يعني الامه العربيه والقاره الافريقيه وكاع الشعوب اللي محبه يعني المغرب، مثلناهم احسن تمثيل. وهذا ما يزيد غير يعني اجتهاد في المستقبل ان شاء الله. يعني عندنا مقابله مع كرواتيا على المركز الثالث، والحمد لله هذا نتاج ديال السياسه
ديال الملك المغرب فيما يخص المنشآت الرياضية، فيما يخص يعني إنشاء واحد المركز لكرة القدم اللي فيه مجموعة من اللاعبين اللي احترفوا وجاوا من البطولة الوطنية. يعني الحمد لله، يعني الشعب المغربي راضي كل الرضا، وكذلك الشعوب العربية راضية على المغاربة كذلك.